اهلا وسهلا بيكم في الفيديو الجديد ده. بقالنا كتير ما اتقابلناش. هنتكلم النهارده في موضوع مهم جدا 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 عن التحديثات اللي هتحصل في البين بوك. كتاب البين بوك الجديد هينزل خلاص في شهر يناير، والمفروض ان في اختلافات بين البين بوك. طبعا كان 6 وبعد كده نزل 7 وهينزل 8، فتعال نشوف الفرق وايه اللي حصل في بين بوك 8. تعال الاول نشوف بين بوك 6 وكان عباره عن ايه، لان اللي حصل ان الجماعه في البي ام اي يعني هيرجعوا تاني لفكره الجدول بتاعت البين بوك 6. زي ما انت عارف ان ايام بين بوك 6 اللي ذاكر بي ام بي قبل كده كان في الجدول دوت، وكان في 49 بروسيسز، وكان الجدول ده متقسم لخمسه بروسيس جروبس زي ما انت شايف كده: initiating planning executing monitoring and controlling closing. وكان الخمس مراحل دول بيعدوا بحاجه اسمها knowledge areas، اللي هم 10 نوليدج ارياز من اول الانتجريشن لحد الستيك هولدرز. اللي حصل بقى ان لما جه بين بوك 8، بين بوك 7، قال لك خلاص احنا هنطلع شويه بره فكره التيبل دوت، وهنعملها دومينز، بروجكت مانجمنت دومينز. والدومينز دي هنطبق فيها البرنسبلز او مبادئ اداره المشروعات. وكان كتاب مرجعي، وكتاب كان كتاب قوي جدا جدا. ولكن الاديشن الجديده بتاعت بين بوك 8 هترجع تاني للجدول دوت. ويمكن اللي كان ذاكر بين بوك 6 وبين بوك 7 قال لك لا، احنا كنا عارفين نذاكر 6 اكتر لان هو مور ستراكشرد، يعني احنا عارفين اولنا فين واخرنا فين، وكل شابتر موجود جوه الجدول وماشيين بنظام كويس. اللي حصل بقى او اللي هيحصل ان شاء الله ان بين بوك 8 هيكون نفس الفكره بتاعت البين بوك 6. فاهم؟ يعني بين بوك 6 كان فيه البروجكت مانجمنت بروسيس جروبس والنولج ارياز. بين بوك 7 نزل بروسيس، نزل دومينز وبرنسبلز. اوكي. بين بوك 8 هيرجع تاني الجدول مع بعض طبعا وجود بعض التغيرات. بس خلي بالك مين بوك 8 لسه ما نزلش، هو هينزل في شهر يناير الجاي ان شاء الله. وعشان يبداوا يعني ينزل فيه الامتحانات او يطبق فيه الامتحانات الجديده وتنعكس جوه الامتحان البي ام بي الجديد، ممكن ياخد له مثلا من 5 ل 6 شهور تقريبا كمان. فمش هنشوف تحديثات التعديل الجديد في الامتحان الا تقريبا في شهر 6 سنه 26. المهم تعالى بقى اوريك بين بوك 6 كان بيتكلم عن ايه. بين بوك 6 زي ما قلت لك خمسه بروسيس جروبس من اول انيشيتنج بلاننج اكسكيوتنج مونيتورنج اند كنترولنج كلوزنج. ودي حاجه طبيعيه في اداره المشروع زي ما انت عارف، لان المشروع نفسه بيمشي بمراحل، الخمس مراحل ديت. اول حاجه يبدا المشروع بنعمل له انيشيتنج، بنعرف مين هو مدير المشروع وايه الاوثرايزيشن اللي المفروض ياخده، بيعمل بروجكت تشارتر. يبدا البلاننج، في البلاننج بيبدا يعمل تخطيط للمشروع كله ان ادفانس لو كان ووتر فول، ويبتدي يعمل تخطيط لكل iteration او كل سبرنت لو كان اجايل. بعد كده في الووتر فول بنبدا نعمل اكسكيوشن لكل البلاننج اللي احنا عملناه، ولو كان اجايل بنبدا نعمل اكسكيوشن للجزء اللي احنا عملنا له بلاننج اللي هو السبرنت. زي ما انت عارف السبرنت بياخد من اسبوع ل4 اسابيع. في كلتا الحالتين سواء ووتر فول او اجايل، وانت بتعمل الاكسكيوتنج وانت بتعمل تنفيذ، اكيد هيحصل مشاكل، ديلي بقى، اوفر بادجت، مش عارف ايه. فلازم وانت شغال هيحصل مونيتورنج اند كنترولنج. خلي بالك يا صديقي ان الاكسكيوشن والمونيتورنج اند كنترولنج لازم يمشوا ان بارلل، والكلام ده بيحصل في الووتر فول او بيحصل في الاجايل. بعد ما بيحصل اكسكيوتنج وبيحصل معاه مونيتورنج اند كنترولنج، بعد كده خلاص بنروح بقى نقفل المشروع ونعمل الكلوزنج ستيج. دي المراحل الأساسية. طيب بيمشي ازاي بقى؟ بيمشي زي ما انت عارف انتجريشن، اللي هو إدارة التكامل. بعد كده إدارة التكامل ده دورك انت كبروجكت مانجر، لأن الدور الوحيد اللي ما ينفعش تعمل له ديليجيشن هو موضوع الانتجريشن. انت اللي المفروض بتحتوي كل حاجة تحتيك في المشروع، وانت اللي عارف كل الأمور بتتنسق مع بعضها ازاي في المشروع بتاعك. عشان كده بيجي الانتجريشن نولج اريا. وبعد كده بتدخل على السكوب، واللي فيه ان انت بتعمل بقى ايه، بتعرف ايه الحاجات اللي هتعملها والحاجات اللي مش هتعملها، وبتعمل بريك داون للمشروع بتاعك. تروح تعمل بعد كده سكيدول، وتعمل بريك داون للسكيدول اكتيفيتيز، سيكونس اكتيفيتيز. بعد كده تروح مطلع الاستيميشن والكريتيكال باث، وتروح مطلع البيس لاين. وبعد كده تروح حاطط عليه الاستيميشن بتاع الكوست، وطلع الاس كيرف او الكوست بيس لاين. وبعد كده تروح داخل على الكواليتي، وطبعا الريسورسز. وغالبا الريسورسز انت بتعملها مع السكيدول ومع الكوست. تعمل بعد كده بقى الكوميونيكيشن والريسك مانجمنت والبروكيورمنت والستيك هولدرز. كل ده انت بتمشيه بالترتيب في البلاننج. بعد كده بتحط كل الكلام ده كله في البروجكت مانجمنت بلان اللي هي هنا فوق في الانتجريشن، وتاخد طبعا عليه ابروفل من الستيك هولدرز، وتبدا تعمل اكسكيوشن اللي فيه ببساطه انت بتطبق البلان. فبتطبق بقى كل الحاجات اللي انت عملتها
كبلاننج وخدت عليه ابروفلز والثلاثه بيس لاينز، بتبدا تطبق كل الكلام ده في الاكسكيوشن. وانت بتعمل كده ان باراليل بتعمل كنترولنج. كنترول بقى ايه؟ سكوب، سكيدول، كوست، كواليتي، ريسورسز، كل الكلام ده. انت الاسد اللي بيحفظ المشروع بتاعه من ان هو يعدي من البلان. طب لو حصل ان هو اتاخر مثلا، او ان الكاستمر اداك شغل جديد او سكوب جديد، بنيجي هنا نعمل ايه؟ بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول لحد ما تخلص خالص. وطبعا بما فيها هنا البروكيورمنت، لو انت هتجيب فيندورز او سب كونتراكتورز. وبعدين بعد ما الشغل بيخلص تروح تعمل ايه؟ كلوزنج. ده كده باختصار الخمس مراحل اللي انت بتعملها، وده كان في بين بوك 6. يا ترى بقى الشغل اللي في بين بوك 8 بقى اكتر ولا اسهل ولا اصعب؟ تعال نشوف. بين بوك 8 الشغل بقى somehow يعني more compressed شويه. ففي حاجات اتشالت، حاجات بقت كومون كده شرحت ان جنرال، وفي حاجات اتغيرت اساميها. اول حاجه الانتجريشن بقت جفرنس. واحنا كنا شرحنا قبل كده في البين بوك، يعني بوك 6 و7، ان في جزء اسمه جفرنس اللي هو فريم ورك الشركات بتعمله عشان نمشي عليه كلنا، سيان بقى مشاريع ديبارتمنتس، حتى الاورجنايزيشن كلها. فخلى الانتجريشن هي عباره عن governance. وغير البروجكت تشارتر، creating the project charter، خلاها authorized project initiation، فسماها project initiation. خلاص. طيب وهنا identify stakeholders فضلت زي ما هي. كمان هتلاحظ ان بره هنا كلمة الجفرنس integration بقت governance، scope زي ما هي، schedule زي ما هي، cost خلاها finance. شال الكواليتي، شال الكواليتي على اساس ان هي حاجه بتطبق في كله، يعني عارف كانه ايه، سيحها على كل البروسيسز. وده somehow بديهي بيحصل، لان احنا كنا لما بنشرح برضو بنقول ايه؟ ان مدير المشروع لازم يعمل كواليتي مانجمنت مش بس في حته وخلاص، لا ده بتتسيح في كل حته في البروجكت. ولازم يبقى المايند سيت بتاع كل واحد شغال في المشروع ان الكواليتي مسؤوليته. طيب ستيك هولدر زي ما هي، ريسورسز زي ما هي، ريسك زي ما هو. فين الكوميونيكيشن؟ حتى الكوميونيكيشن مع الستيك هولدرز. تمام. طيب فين تاني؟ فين البروكيورمنت؟ شايل البروكيورمنت، شايل البروكيورمنت. كأن برضو البروكيورمنت ايه؟ حاجة شوية بتتعمل عن طريق إدارة تانية موجودة. خلاص كده. طيب ايه تاني؟ الريسك اهي زي ايه؟ زي ما هي. فخلى الكوميونيكيشن والستيك هولدر مع بعض، خلى الكوست فاينانس، خلى الانتجريشن جفرنس، وشال البروكيورمنت وشال الكواليتي. دي اهم التغيرات اللي حصلت. الله، طب ما البروكيورمنت مهمه، ما البروكيورمنت احنا بنعمل فيها اناليسز ونختار مش عارف الناس اللي هيشتغلوا والكلام ده كله. بدأ برضو يقسمها ويوزعها. على سبيل المثال مثلا خد جزء هنا سماه كوندكت ميك اور باي اناليسيس، ودي اللي بتتعمل قبل ما نقرر احنا هنطلع الحاجه بره ولا نعملها بنفسينا. على سبيل المثال برضو لما كنا بنشرح في الريسورسز في الاديشن اللي قبل كده، هو في الريسورسز دخل فيها برضو بعد الشغل خاص بالبروكيورمنت زي كنترول ريسورسز. ما هو الريسورسز دي سيان بقى من بره او من جوه، فاهم؟ فهو بدأ ايه؟ يلعبها كده. طيب ايه تاني بقى جوه هنا؟ خلاها authorized project initiation، دي زي ما هي هنا identify stakeholder. جه هنا في البلاننج قال لك integrate and align project plans، وده برضو كان نفس المفهوم بس هو غير بس المسميات. فبدل يقول لك بي ام بي اللي هي project management plan، سماها الاسم الجديد دوت. طيب تعالى ننزل كده نشوف البلاننج. بلان سكوب مانجمنت زي ما هي، collect requirement، define scope، create work breakdown structure، احنا ماشيين تمام. دخل في السكيدول. السكيدول كان بيقول بقى ايه؟ تعمل الاكتيفيتيز وتعمل استيميت وتعمل تعمل لينك بين الاكتيفيتيز. قالك شكرا، ده كلها هنسميها ديزاين ذا سكيدول. طيب قالك ان البلان ده فاينانشال مانجمنت، ده كان كوست مانجمنت، معلش خليها فاينانشال مانجمنت. ماشي يا سيدي. ميك اور باي اناليسيس دي كانت في البروكيورمنت، حطها هنا. استيميت كوست ديترمين بادجت ده في القديم، صح كده؟ طيب ايه تاني؟ بلان ستيك هولدر، بلان كوميونيكيشن، حط الكوميونيكيشن مع الستيك هولدرز. طب ليه؟ لان في الاخر الاثنين بيتعملوا لنفس الناس. يعني ايه الفرق بين الكوميونيكيشن وستيك هولدر انجيجمنت؟ يعني ان الكوميونيكيشن هنتكلم ازاي ونبعت نتواصل ازاي ونبعت ريبورتات ازاي ويجي لنا الحاجه ازاي ومين يبعت ايه، صح؟ فده بيهندل، يعني هاندلنج الان والاوت في المعلومات. الستيك هولدرز او الستيك هولدر انجيجمنت يعني عمليه التعامل مع الناس، ازاي تدخل لفلان، ازاي ترسم استراتيجية تكسبوا بيها، طب ازاي تسكتوا وتوقفوا عند حد، فاهم؟ هما الاثنين برضو في الاخر هتقلب كوميونيكيشن، بس واحدة بتركز على الاستراتيجية وطريقة التعامل، وواحدة بتركز على ازاي هنتعامل، ازاي ايه هنتعامل. طيب بعد كده بلان ريسورس مانجمنت.
هي بعد كده استيميت اكتيفيتي زي ما هي. جه هنا في الريسك برضو نفس الحاجات، بس هنا اللي عمله هنا ان جمع الكواليتيتيف والكوانتيتيف في بروسيس واحده اسمها ريسك اناليسيس. انتوا بقى توجعوا دماغنا، ما هي كواليتيف خلاص هنعملها في حاجه واحده، ولما نروح لها نفتح فيها ونتكلم، لكن حطها في الجدول اناليسيس بس كده بشكل ايه، بشكل عام. في الاكسكيوشن دايركت اند مانج بروجكت ورك، التنفيذ الاعمال زي ما هي، النولج زي ما هي، فاليديت سكوب. فاليديت سكوب كانت في كنترول، وهو ده طبيعي لان المفروض فاليديت سكوب تسليم الشغل، لا حطها في الاكسكيوشن على اساس ان هي داخله في اعمال تنفيذ الايه، تنفيذ المشروع. طيب بعد كده راح للستيك هولدرز، والستيك هولدرز في الاكسكيوشن هنعمل ايه؟ احنا هناك كنا بنقول ان احنا نتعامل مع الستيك هولدرز بقى موجوده، مانج ستيك هولدر انجيجمنت، ومانج كوميونيكيشن كانت موجوده في الكوميونيكيشن. زود واحده بقى جديده، بروسيس جديده، قال لك ايه؟ مانج سبونسر انجيجمنت. كأن السبونسر زي ما انت عارف، السبونسر هو اللي بيدفع الفلوس، يعني هو اللي بيبروفايد ذا فند يعني. فقال لك ان السبونسر ده لازم برضه يكون مرضي بقى، يعني لا نديله بقى مساحته شويه للسبونسر ده. فراح حاطط بروسيس للانجيجمنت خاص بالسبونسر على اساس ان هو كي ستيك هولدر في البروجكت. طيب احنا طبعا كنا كده كده بتعملها مانج يعني او بتعمله انجيجمنت، لكن هو حطها لوحدها. هنشوف لما الكتاب ينزل هيتكلم فيها، هيقول حاجه زياده فيها ولا لا. acquire resources زي ما هي، lead the team manage the team زي ما هي. تمام. طيب وبعد كده ايه؟ implement risk response موجوده زي ما هي. طبعا acquire resources كانت acquire team هناك، فبقت acquire resources. فacquire resources انك تجيب الايه، الناس. خلينا برضو نتأكد ان بين بوك 6 كانت ايه، acquire resources. اوكي، هي يبقى هي زي ما هي الثلاث حاجات في الريسورسز زي ما هي. وبعد كده implement risk response موجودة زي ما هي. جه هنا قال لك ايه؟ نفس الكلام برضو، انت هتشتغل على monitor and control project work زي ما هي. المانج بروجكت تشينجز زي ما هي، مانج اند كنترول سكوب. زود هنا كنترول سكوب لان ممكن يحصل كنترول سكوب. طب لما يحصل كنترول في السكوب او لما يحصل تشينج يعني في السكوب، يا اما تعمل كنترول، يا اما لو الكاستمر موافق عليه هنقوم مودينا هنا مانج ايه، بروجكت تشينج. ولما يحصل مانج بروجكت تشينج لو وافق عليها هنقوم جايبينها هنا، هتجيبها هنا دايركت اند مانج بروجكت ورك، نفذ الشغل. طب لما الشغل يتنفذ الجديد ده تقوم موديه على كواليتي كنترول تتسلم، وبعد كده تروح مسلمها هنا على ايه، الكاستمر يوافق عليها في فاليديت سكوب. برضو الكتاب لسه ما نزلش، احنا عايزين نعرف كواليتي كنترول فين مكانها موجوده فين بالظبط. وان كنت انا اعتقد ان هي تبقى موجوده متسيحه في كل حاجه، متطعمه كده في كل البروسيسز. maintain the schedule كانت هناك control the schedule. maintain the schedule اللي هو يعني ايه؟ حافظ عليه، ماشي يا سيدي. control cost بقت control finance. monitor stakeholder monitor communication control resources و monitor risks. والقفل بتاع المشروع control project office زي ما هي الحاجات. في حاجات ثابته وحاجات زي ما هي اتغيرت وحاجات اتضافت وحاجات اتشالت زي ما انت شايف. طيب الاضافه لكده بقى، هتلاقي ان الانبوت والتولز والتكنيكس والاوتبوت حطها لوحدها في حته خلاص. وده هو كان عمله جديد هنا في البروسيس ده. رجع تاني اتكلم على التولز والتكنيكس والانبوت والاوتبوت بس حطها تحت في الاخر. تمام. طب ايه تاني؟ راح مدخل الاي اي، يتكلم على الاي اي. ماشي. اتكلم برضو عن الاثكس، واتكلم عن ان الاي اي بقى ازاي تشتغل عليها وعلاقتها بالريجوليشنز والاثكس والكومبلاينس وكده. تمام. هتكلم برضو عن البي ام او وخلاها في حته لوحديها. دي اهم الحاجات اللي كانت نزلت في الاوت لاين بتاع البين بوك 8. الكتاب هينزل في يناير. ان شاء الله احنا هنعمل كورس جديد في البي ام بي. هيكون بقى الكورس ده يعني شامل فيه ثلاث حاجات، يعني احنا هنشرح فيه بين بوك 6 وبين بوك 7، وكمان بنقول فيه ديتيلز شويه في الاوت لاين بتاع بين بوك 8. طبعا بين بوك 8 لسه ما نزلش، فهنعرف اكتر واكتر لما ينزل ان شاء الله، لكن بنشرح الفروقات بينهم وبندخل شويه في المعاني بتاعت كل بروسيس فيهم. يا رب الفيديو يكون عجبك. اكتب لي في الكومنت، مهم جدا نتناقش مع بعض. ايه اكتر بروسيس انت استغربت ان هي اتشالت، وايه اكتر بروسيس انت استغربت ان هي اتغيرت اسمها؟ اكتب لي كده في الكومنت رايك ايه. الكتاب بقى آم، احسن اوحش، فوت هو حاجات؟ طب ولما دخل الاي اي ده بقى كويس ولا لا؟ ولما خلى البي ام او تحت كده لوحدها ده كويس ولا لا؟ اكتب لي في الكومنت ونتناقش مع بعض ان شاء الله، واشوفك على خير. باي باي.